طبعا كبسه بالهنا والشفا على قلبهم، ويا رب تعملوا زيها، ويا رب الفيديوهات تتشاف، لان بجد والله العظيم انا زعلانه ان الفيديوهات ما بتتشافش. ويجعلوا رمضان خير علينا ويتقبل مننا ربنا سبحانه وتعالى، ويا رب سنه خير علينا كلنا، وكل اللي وقف جنبي وساعدني بشيء ربنا يرضيه ويكتبها في ميزان حسناته. عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ وحشني. طبعا صحيت قبل المغرب ساعه، كنت نايمه شويه، كنت بقرا في المصحف ونمت شويه عشان انا تعبانه ضغطي عالي. فصحيت من النوم هعمل اكل، هم عمالين يقولوا لي هاتي اكل من بره. فانا طبعا فكرت، كان عندي 4 دبابيس كيلو في الفريزر، طلعتهم وفكيتهم، كنت انا حطاهم اصلا من الصبح بيتفكوا. فقلت اعمل شويه كبسه كده على طول خفيفه بالخضار معاكم كده. نزلت الفراخ كده واديتها خدمه على النار، وقلت لهم اتحديتهم قدامكم يا جماعه بالله عليكم تابعوا معايا الفيديو للاخر، عشان انا اتحديتهم الاكل مش هياخد مني ربع ساعه. فهم قالوا لي معقول؟ قلت لهم معقول. انا بحب اجيب على طول الدبابيس دي. طبعا هنا نزلت عملت البصل حلقه صغير مش كبير، جوانب كده. بصوا مش هتاخد 5 دقايق باذن الله وتطلع في منتهى الجمال يا جماعه، والله العظيم كل شيء في ذكر الله. عشان بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، افضل اشوح فيها كده، وبعد ما اشوح فيها انزل عليها كده مغرفه سمنه بلدي كده يا جماعه. نزلت بالمغرفه مع شويه زيت كده، خليط الزيت كده اخر حبه في الزيت، وانزل كده بيها. الله يرحمها عمتي ويسامحها يا رب، يجعله في ميزان حسناتها. علمتنا زمان الكبسه دي بتتعمل ازاي، كنا بنحب نروح عندها عشان ناكل منها. الله يرحمها ويسامحها، لانها عايشه في الكويت، وكان كل ما تيجي نحب نقعد عندها عشان الكبسه. طبعا كبستها لا يعلى عليها مهما احنا نعمل. عندها يعني انواع كبسه مختلفه، بس دي بالخضار. بصوا انا هنزل بكل حاجه، اشوح البصله في قلب الفراخ وكله. في نفس الوقت بدا هنا انا مولعه على بصله عشان اعمل ايه الزبيب بالبصل كده بالفلفل، بيبقى جميل. انا بحب اعمله كده يعني بنفس الوقت. ولا بحب احط لها كده على الوش بصله بالصوص بتاعت البصل الصغير قوي برده. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل هنا بحته التومه كده النيه، حته تومه معاها، وارمي كام معلقه فلفل كده في قلبيها. انا عندي فلفل الوان كنت حطيته بس ما عنديش. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. انا عايزه اقول لكم ان فاضل على المغرب مفيش نص ساعه، فربنا بقى معايا الحق اخلص عشان ما يضحكوش عليا ونتخانق بقى ساعه الفطار. انت قلت لنا يا ماما ان انا اخلصها، قلنا لك نجيب اكل جاهز، قلنا لك، قلت لهم لا، اقوم امي انا هعملها بقوه ربنا. طبعا وانا بحط كده يا جماعه، انا بحب احط دايما وانا بعمل كده لاي اكل، بالذات لما بكون في فراخ بحب احط شويه كزبره. بصوا يا جماعه الكزبره دي بالذات يا جماعه، والله جربوا اللي بقول لكم عليه، بتدي طعم وريحه كده، وبتشيل منها لو اي زفاره اي حاجه. رغم اني مغسوله حلوه الفراخ، انا بغسلها دايما بملح وخل ودقيق وانضفها تنظيفه جامده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. وكده بشوح البصله في قلبيها معلش يا رب ما ترجينيش يا رب. انا بشتغل في عينين اهو، بعمل هنا وبعمل هنا. اكله بسيطه وسهله، كل سنه وانتم طيبين. الوقت ضيق طبعا علينا.
كده بالخضار كله مشكل، نزلت عليها كله بالخضار المشكل كده يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يسر ولا تعسر يا رب. من ساعه عمليه التكميم دي يا جماعه وانا بقيت يعني الحمد لله. عايزه اقول لكم انا بقى بجد والله العظيم عايزه اتكلم معاكم. انا تعبت وبقاسي جامد قوي، بقاسي جامد قوي 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 في عمليه التكميم دي. انا ما باكلش خالص. فيا جماعه صدقوني خلوا بالكم من نفسكم. اللي عايزه تعمل ريجيم تعمل، محدش يفكر ان يعمل تكميم. طبعا دي التوابل، انا جايلي من الكويت التوابل كبسه، وجايلي بهارات وكاري، حاطه كاري وحاطه بهارات وحاطه توابل كبسه وحاطه ليمون وحاطه قرفه وحاطه ورق لوري وحاطه مرق دجاج وحاطه فلفل اسود وحاطه ملح. هنزل بكل ده كده على بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. واشوحه في قلبيها كده دقيقتين بس بالظبط. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. انا مش بكتر القوطه فيها، يعني بزودها ميه على اساس ايه. بصوا بحط شبشه القوطه كده مش معصوره قوي، يعني ببقى عصراها نص فرمه كده. طبعا هنا زي ما انا قلت لكم زودت بس حبه سمنه صغيرين. بصوا طبعا انا بحط هنا قرن فلفل صغير كده مع البصله بيديه طعم. اللهم صل وسلم وبارك. بقطعه صغير جدا. خلي بالكم اللي عندي ناس بتحب الزبيب والناس لا، يعني انا بعمله كده الزبيب والناس ما بتحبوش. عارفين ان هقول لكم على حاجه كمان، هعمل لهم البلح دلوقتي في 5 دقايق. هو ابراهيم عاوز يشرب بلح باللبن، فاعمله دلوقتي هوريكم في 5 دقايق بقى عامله ايه. انا ما بحبش الزبيب بالصبر. بصوا يعتبر الكبسه خلصت، فاضل تلت ساعه بالظبط على المغرب، وباذن الله قبل المغرب هكون غارفه الاكل. ما بحبش الزبيب ولا جوز الهند. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا تعبانه جامد 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 في تكميم المعده. اي حد عمل تكميم المعده يقول لكم مش تعبان بيبقى بيضحك عليكم. والله العظيم انا بكلمكم بجد. انا الحمد لله والشكر لله على اللي انا فيه، بس انا تعبانه. بحط مكعب ماجي كده طعمها بس. يا جماعه انتوا عارفين يعني ايه واحد ما ياكلش؟ عارفين انتوا معلقه الشاي الصغيره معلقه منها مش قادره تاكل. فعشان انا بقيت يعني الحمد لله انا بقيت حد تاني وقدرت ان انا اكون احسن من الاول. بس المشكله ان انا مش عارفه اكل الاكل ده، مش عارفه اكله نهائي. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. بصوا هتخشي كده على حمار، يعني هتبتدي لسه تحمري شويه. الا بقى لو عندي سنابر ولا عندي حاجه كان زمانها بقت طعمها زي الفل، او عين جمل او كده. انا ما عنديش، فالمضطر بقى يعمل اي حاجه. انا عامه بحب لها الزبيب. بصوا شوحوا كده في قلبيها. ما بحبش البصله تغمق قوي، هو كله يغمق مع بعضه كده. نسيبها دقيقتين كده على النار، حتى لو انا سخنتها ساعه المغرب، بس ايه اديني عملتها. انا بقى بعمل لها ايه بيديها مزازه وطعم. بحط لها حاجه، بحط لها شويه الصويا صوص دي، بحط لها حبه صغيرين قوي. حطيت لها شويه جبس رمان وصويا صوص بتديها دبس رمان، بحطهم لها كده. بتبقى تجربوا الطريقه دي هتعجبكم، او بتبقى في منتهى الجمال لما بعملها عليها. بصوا على الزبيب. طب انا حطيت مكعب المغي ينهي عن الملح وعن التوابل وعن كله. شكلها حلو بس برضه مش هاكل منها. شو ايه ده؟ انا اعرف فاضل لها ربع ساعه وهنخلصها. استوت الكبسه اهو، الفراخ والحاجه استوت، وبحط الرز اهو في قلبيها. بتنعاد ميه سخنه
بتنقعي ميه سخنه بينفش اللهم اني اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. طبعا اهو انا ايه سقطت الرز باذن الله هيستوي قبل ما اذان المغرب قران يقرا كده. يا مسهل يا رب. بلح باللبن كده اهو، قلت لكم حطيته في ميه سخنه عمل على طول، وانا بفرمه نص فرمه كده، يعني ما بفرموش فرمه كامله. طبعا انا خلصت يا جماعه. طبعا خلاص بصوا، مش انا قلت لهم ان انا قبل المغرب هكون مخلصه، وفعلا الحمد لله انا خلصت قبل المغرب. والبلح يا جماعه لما يكون البلح هتعمل عاملاه قبل المغرب بربع ساعه. شغلت ولعت عليه ميه سخنه وحطيته على النار شويه، وبعد ما طلع من على النار فصصته وحطيته في بتاعه الكبه وضربته بلبن نص ضربه كده، وهو طلع هو خلاص اتعمل. كان عايز يشرب بلح بلبن ابراهيم، وتحديته ان الكبسه هتخلص. وخلصت ولا لا يا ابراهيم؟ خلص. بصوا الكبسه اهي طلعت خلاص. انا هغرف، انا عايزه اقول لكم لسه المغرب مأذنه، وهغرف دلوقتي قدامكم وهوريكم بعد ما اعبي انا هعمل ايه. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هخلصها خالص تعبيه وارجع لكم. اغرفك كده خلاص. بصوا بحط عليها بقى المكسرات كده بالبصل، بتبقى تحفه. جوزي طبعا مش بتحبها، انا هعبي لها طبق لوحده بره. وكده يا جماعه خلاص اللي يعتبر يعني احنا خلصنا الاكل قبل ما المغرب تأذن. لسه يا دوبك اهو المغرب مأذنه واحنا مخلصين الاكل. وطبعا كبسه بالهنا والشفا على قلبهم، ويا رب تعملوا زيها، ويا رب الفيديوهات تتشاف، لان بجد والله العظيم انا زعلانه ان الفيديوهات ما بتتشافش. ويجعلوا رمضان خير علينا ويتقبل مننا ربنا سبحانه وتعالى، ويا رب سنه خير علينا كلنا، وكل اللي وقف جنبي وساعدني بشيء ربنا يرضيه ويكتبها في ميزان حسناته. كل سنه وانتم طيبين يا احلى اخواتي، وما تنسوش قرايه الفاتحه لجوزي في اخر نهايه الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.